شغلات كتير راحت علينا وعم نعوضها، واهمهم هو يوم الجمعة. فان شاء الله هذا الفيديو ليلة الخميس ببلد عربي ويوم الجمعة وجمال يوم الجمعة. وان شاء الله كمان رح نعمل ملفوف مع بعض، محشي ملفوف اللي هو الكرومب، ورح فرز ورق العنب معكم ان شاء الله خطوة بخطوة. فحطوا لي لايك وخلونا نبلش فورا. السلام عليكم يا صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ خلونا نذكر له ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول شي حابة أشارككم هيك يوم الخميس، فكانت أجواء كتير حلوة ولذيذة، وطلعنا من البيت فبيكون في هيك مثلا بيكون في شباب عم بيعملوا احتفال مع بعض، أو بيكون في أعراس، بيكون في كتير كتب كتاب وهيك، فطول الطريق بتلاقوا ألعاب نارية وشغلات حلوة ولذيذة. حبينا ناخد البنات على فيلم عائلي ونروح نشوفه بالسينما، لأول مرة بناتي رح يفوتوا على السينما، فكانوا كتير متحمسين. والسينما على الشخص 120 جنيه طبعا حسب المكان، في أماكن أرخص، في أماكن أغلى، حسب أنت وين ساكنة وحسب السينما اللي رايحين عليها. وبعد ما حجزنا بدنا نستنى ساعة لحتى يبلش الفيلم، فحبينا نروح على السوق ونطعم البنات بوظة. وطبعا ما فينا ننكر انه يوم الجمعة مميز طبعا بسوريا او بمصر، ببلد عربي غير شكل. سبحان الله، كنا بتركيا صحيح بلد مسلم، ولكن عندهم العطلة سبت واحد، فما كنا يعني كان يوم الجمعة ما نحسن نميزه بشي غير انه يروحوا على الصلاة الرجال بشغلهم، وبالبيت نحن نقرأ سورة الكهف، والحمد لله رب العالمين. جيلي جيلي الحمسة تي ركبي ما فيش مشكلة تطيبي. خلصت اليبرة بالمحل. كان يحط لنا اياهم كيس. حاج ما حاج. وإن شاء الله يا صبايا جايبة كتاب اسمه أسرار سورة البقرة، إن شاء الله رح أقرأه بتمعن وأعطيكم إن شاء الله الخلاصة منه. جبته من المول في مكتبة، سعره تقريبا 380 جنيه، وكتير متحمسة إن شاء الله أعرف المعلومات اللي فيه وفيدكم فيها. وهي صبية أبو جود كمان صور لي شوي من صلاة الجمعة، قال لي شلون إنه الشيخ عم يوزع سكاكر على الأطفال، وقال لي كانوا كتير متحمسين يسمعوا الخطبة ويصلوا ويشاركوا بكل شيء، فكانت كتير الأجواء حلوة بسم الله ما شاء الله. وهيك عن جد كان عم فرجي البنات عقبالهم نشوفوا ما أحلاها الأجواء، الحمد لله رب العالمين. والله يا صبايا الله يرحم والدي، كان بابا ياخدنا على صلاة الجمعة أنا وأخي، كنا تقريبا هيك يعني في بيناتنا 4 سنين فرق عمر، فكنا نلعب، يعني كنا نلعب ونعذبه وهيك، ومع هيك ياخدنا يخلينا نتفرج على الناس شو عم بتصلي، نتعلم، نقعد نسمع. فكتير مهم انه نعلم اولادنا يروحوا على المساجد قد ما كانوا صغار. هلا انا لانه بنات فعبقول لي ابو جود انه اذا بتحبي انت بقى تروحي على الجامع مثلا، تشوفي ايمت في دروس كذا، تاخدي معك البنات بيكون افضل.
فبسم الله ما شاء الله يعني مثل سوريا هيك بالضبط. وسبحان الله كان يوم جدا مميز، وفعلا يعني بعد رمضان وبعد ما تركنا وهيك هي أول يوم جمعة بحب هيك أحس فيه كله. فهو سبحان الله، ويوم الجمعة لازم يكون يعني تقريبا عيد عنا نحن كمسلمين، فبكون هيك في له أجواء معينة. نفطر بالعيلة كلها تتلكم سوا، يا اما فول يا اما مامونية عنا بحلب. انا حبيت احط حواضر، والحمد لله رب العالمين دائما وابدا، والله يديم النعم. امبارح اكلنا بيض مقلي. اليوم شو بدنا ناكل؟ بيض مسلوق. غشك. ما بحبه. شلون بتحبيه؟ بس بحب الأبيض طبعا، بس بدي أكله، بس بحب الأبيض ما بدي. بس هو صحي يعني لازم تاكليه عشان صحتك. شفتي شلون كنتي مرضانة؟ فيه بروتين كثير. الله يبارك لازم تاكليها تتعودي. كل الأطفال بعزم الشغلات عرفتي؟ أغلبيتهم يعني. بس انتي بتعرفي قديش له فوائد بتحبيه. أنا كثير بحب البيض المسلوق. بس أنا أكثر هو بحبه لما يكون مفقوس. مفقوس. يا فقوس. لا تصعبي لا سهل. وبتعرفوا بعد الفطور سبحان الله فايقين بكير، فالواحد باخد قصة من الراحة. وبعدين طبعا ما ننسى سورة الكهف، ممكن نقرأ بليلة الجمعة، وممكن نقرأ نهار الجمعة قبل أذان المغرب، يعني نحاول قدر الإمكان. حتى مرة سمعت شيخها بيقول إنه فيكي بقلب الأسبوع، إنه المهم تقرأيها بالجمعة مرة يعني بالأسبوع. بس هو الحديثين اللي وردوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ونهار الجمعة. وإن شاء الله هيك الله يتقبل يا رب من الجميع. فبعد ما صحينا حبيت أعمل محشي ملفوف يا صبايا، اللي هو محشي الكرنب. وبعد الصبايا المصريات الله يا رب يسعدهم بيعلقوا لي بيكتبوا لي ليش بتكتروا مي كتير وقت اللي بنطبخه. فنحن بشكل عام للمحشي بشكل عام كله بنكتر مي، يعني إذا عم نعمل يبرق، إذا عم نعمل محشي، إذا عم نعمل ملفوف بنكتر مي. هي للتسخين، وهي نحن بنشرب المرقة ومنلك فيها قبل ما ناكل، يعني هيك بنحبها، يعني تقريبا نشربها مثل الشوربة. فمرة كمان جارتي التركية سبحان الله نزلت لعندي وأنا حاطة الغدا، فقالت لي إنه شو هي شوربة، شو هالشوربة هي، كانت جنب المحشي. فقلت لها لا هي مية المحشي. قالت لي شلون يعني؟ قلت لها مية المحشي بنطبخ فيها المحشي وبناكله. قام استغربت وقعدت ما فهمت علي، يعني قعد أبو جود كمان يشرح لها، هي مرة كبيرة بالعمر كتير. فقعدنا نشرح لها بس هي ما استوعبت إنه بالله هيك بتاكلوها مثل الشوربة. آخر شيء قال يلا مسحتين وهنا، عملت هيك ومشيت. قلت لها إنه كتير عزمنا عليها بس إنه ما حبت تجرب. والحمد لله يا صبايا اختلاف ثقافات عادي يعني بتصير، وسبحان الله هي الدنيا كلها حسب التعويد. بشوف اوقات صبايا يعني بيطبخوه مثلا بيحطوا المي على حد مثلا الملفوف او المحشي بس لحتى يشرب ميته ويستوي، ما بيكون في مي شوي، بيكون شوي زيادة بس المي نقوطة يعني ما بتبين. فوالله ما بعرف. وحتى بالحشوة بتركيا بيحطوا خضرة وبمصر بيحطوا خضرة. سبحان الله. هلا نحن لا ما بنحط، يعني بنحط بس لحمة ودهنة، حطيت مثل ما شفتوا زيت شوي بس هيك لحتى يتفلفل الرز وبهار وملح، وصلى الله على المرسلين. فشو بتحطوا له بمصر؟ يمكن شفت بيحطوا شبت وبيحطوا كزبرة خضراء.
هلا بشكل عام الكزبرة الخضراء بحلب ما بيستعملوها، بالشام بيستعملوها، عنا بسوريا يعني اصلا في عليها خلاف. فانتوا شلون بتعملوه كتبوا لي بالتعليقات. والله وانا كتير 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 حابة ادوق الحمام المحشي، بس عم بيقولوا لي بالمطاعم ما طيب. فشلون ممكن يعني الواحد يعني يدوقه بمطعم ظريف نظيف وما يندم؟ فبس كتبوا لي بالتعليقات صبايا مصر الله يجزيكم الخير، والصبايا السوريات كمان اللي عندها معلومات تكتب لي اياها. وين بدي يعمل الملفوف؟ طبعا على البرندة على الهواء الطلق مع زقزقة العصافير يا صبايا. هلا الجو حلو فبستثمر هذا الشي، والصراحة أنا عندي المطبخ شوي صغير والشمس بتضرب فيه كل النهار، فهو أكتر منطقة شوب عندي بالبيت. فوالله هي عندي البرندة هي بسم الله ما شاء الله برودات كتير حلوة، وما فيها شمس، ما بتجي عليها الشمس أبدا ولا لحظة ولا ساعة، فمشان هيك بتحسوها على طول برودة. طبعا هلا الجو ربيع، فعلى الصيف الله العليم شو بده يصير فينا. هلا رح احكي لكم شغله، هي سبحان الله طلعت بالصدفه بالفيلم. يعني فكره الفيلم اللي انا رايحه اشوفه مع اولادي هو هيك عائلي كوميدي وما له شيء يعني، بس في منه غايه ومنه قصه. انه الحلو بيحل المكان اللي هو فيه، واللي نفسيته حلوه سبحان الله بتنعكس على المكان اللي هو فيه وين ما كان، وحتى لو كان بأسوأ الظروف فينه يعمل شيء حلو ضمن امكانياته، إذا كان هو إنسان متفائل ومؤمن بالله وراضي بقضاء الله. فلما هلا هو الفيلم طبعا ما بيحكي بشكل ديني، أنا عم بحكي لكم هي من عندي، عم بحكي لكم على الفكرة بشكل عام. إنه سبحان الله الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا متأقلمين، فبنتأقلم دغري مع وين من كان بأي مكان. ممكن تعدي ضغوطات وصعوبات والإنسان ينطحن وحتى ما عاد فيه، يعني بنوصل لمرحلة ما عاد فينا نتفائل، خلص أنا زعلانة مكتئبة اتركوني يومين ثلاثة. بس الواحد بيرجع سبحان الله لنشاطه وقوته، وطبعا الرضاء بقضاء الله، ومبلش الواحد بقى هو يرجع هيك يعمل شغلات من يعني من الشغلات المتاحة اللي أنا بحسن أعملها بعملها وين من كنت. والله يا بنات كنا وقت طلعنا على تركيا بأسوأ الظروف اللي عديت فيها بحياتي، طلعنا بالتهريب وكان الوضع كتير صعب، وطلعنا قعدنا بشقة والله يعني تخيلوا يا بنات العفو منكم حمام ما فيها، ولا هي غرفة وغرفة صراصير، هي غرفة بس بيقعدوا فيها الصراصير. فكنا والله بتصدقوا كنا عاملين اجواء القهوة الصباحية، والله العظيم انا وابو وجود كنت افيق معه الساعة 6 الصبح قبل ما اروح على الشغل واعمل القهوة الصباحية. مثلا ممكن يفطر سندويشة يرجع يلاقي الغدا جاهز، شو ما كان الغدا يعني نعمة كريم ممكن يكون صحن لبن ومع شوية زيتون، ونظبط ومبسوطين. وكانوا البنات الصغار ونحاول نفرحهم ناخذهم على الحديقة نلعبهم، يعني نحاول قدر الامكان نعمل. وانا كنت ما اعرف اطبخ على فكرة، كنت اعمل هيك مثلا كيكه وتخرب معي وابو جود ياكله ويسايرني، ويعني نفرح وننبسط ونضحك. فالفكره ممكن صبايا يقولوا لي هلا انت معك مصاري عم تقولي بتتاقلمي وين ما رحتي، طبعا بدك تتاقلمي اكيد. لا انا عم بحكي لكم ايام ما كان معنا فرنجين بجيبنا عادي، يعني كان ابو جود يشتغل بالمعامل من الصبح للمساء وكنا ما ملحقين، بس الحمد لله رب العالمين مع هيك كنا متفائلين ومبسوطين، ويتصلوا فينا اهالينا نقول لهم الحمد لله عايشين ومكيفين. فالفكره وين؟ الفكره انه انتي تعرفي شلون تصنعي الفرحة لأولادك والسعادة لحالك انت مشان صحتك النفسية. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لما بيشوفك راضية بقضائه هيك بيمن عليك وبيرزقك وبيعطيكي من عطاء، لأنه انت إنه إنسانة مؤمنة بقضاء الله وفرحانة بأبسط الأمور اللي ربنا رزقك فيها. وأهم شيء تعرفوا انتو إنه نطلع على كل شيء حلو بحياتنا، ما نطلع على الناقص بس، يعني ما نضل نقول والله ناقصني كذا وناقصني كذا، رح نضل بالهم. بس نقول الحمد لله رب العالمين صار عندي هيك وصلت لهيك وجبت هيك، الحمد لله رب العالمين. يعني اي شيء المهم الصحة والعافية كمان هي لحالها اكبر نعمة. فبس يا صبايا الحمد لله رب العالمين، والله حبيت احكي لكم هي هيك فكرة الفيلم، وانا كمان كملت لكم من عندي شغلات تذكرتها. فالله يجزيكم الخير يا رب. جينا هون يا صبايا، فانا كل فترة
عملة لبناتي بالدور انه بجيب وحدة معي وبشتري لها غزلة. فجبت مرة رتولة اشتريت لها غزلة، مرة جبت جورية اشتريت لها غزلة، وهلا جبت رسولة. طبعا رسولة ما فيني انزلها لحالي، فنزلنا كلياتنا وكان دور رسولة، وكتير فرحت بالغزلة. هاي سعر الغزلة 60 جنيه، بس انه هيك فيها حركات وحلوة. فانتوا يا صبايا كتبوا لي رأيكم بالتعليقات بكلامي، والله يجزيكم كل الخير. ومثل ما شفتوا يا صبايا اول الفيديو رحت والله طالعين احنا من السوق بعد ما خلصنا من السينما يوم الخميس، فشفت يبرق، فطلعت بلا هيك ورقة اليبرق ظريفة وحلوة، وكأنه هلا وقته بعد شوي بده يخشب، يعني مبين ها في هيك منهم كبار. فقلت يا بنت خدي واعملي بالفريزة، لأنه أنا متعودة على اليبرق المفرز. سبحان الله، يعني حتى لو بالأيام إنه مثلا ما رح أفرز، رح يكون صعب علي أطبخ اللي بيجي مكبوس إنه من السوق جاهز، فلأني متعودة أطبخ هذا المفرز هيك، وعيارات الملح والحمض وكذا اخذ على إيدي، فحتى بيكون طري ما شاء الله، ما بيخشب ابدا بالفريزة. فمشان هيك والله جبت، قلت يعني بدي اجيب 5 كليات، فجبت 4 كليات، يعني يطلعوا 4 وشوي. فوالله يا صبايا جيت هيك عبساويا قلت يا بنت ليش ما بناتك يساعدوكي، الله يحميهم صاروا صبايا. فقعدت بالصالون وما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية، خلصوا نصه. فكتير انبسطت منهم انه ساعدوني، وفعلا يعني ساعدوني منيح. فبس والله هيك اكتشفت انه بناتي كبروا، الله يا رب يساعدهم ويجبر بخاطرهم، وهيك الحمد لله رب العالمين على النعم. وخلصناه تقريبا بشي ساعة ونص، قعدنا هيك لو طبقناه بعدين بدي ألفه بالستريتش، فإن شاء الله يعني هيك أضغطه وأطلع منه الهواء وأحطه بالفريزر. هو كميته قليلة، يعني يمكن يطلع لي 3 طبخات، بس المهم يعني نعمة كريم. اي والله. بس انتوا بتحبوا التفريز اكتر ولا الكبس، وشلون بتعملوه؟ بالمناسبة سعر كيلو اليبرق 45 جنيه، ما بعرف قديش يعني عندكم قديش عنا ما بعرف، بس تقريبا دولار. هلا هون بدي استشيركم بشغله، حدا بيعرف قطعة الستريتش من وين بجيبها؟ هلا انا كان بتركيا اشتري علبة الستريتش في منها قطاعة، فهون ما عم بلاقي، فدورت كتير وبحثت وبحبشت وفتلت الدنيا، حتى في محل اسمه درب البربرة اللي هو هذا بيكون مختص بهالشغلات، رحت سألت ما في، طلعت بالمولات ما لقيت. فممكن حدا يدلني على اللي تجي هيك بتقطع الستريتش، بس مو الكبيرة تبع المحلات، لقيت الكبيرة تبع المحلات، انا بدي صغيرة للمطبخ. فاللي عنده معلومات خليلي قلبكم يكتب لي بالتعليقات، لانه الصراحة كتير تعذبت هون، وكان بدي اجباري انه ابو جودي يساعدني. فبس والله انا كل شغلي بالستريتش، فكتير بحب انه يكون في له قطاعة منه فيه. هون يا صبية هدول تقريبا الكبار بيطلعوا لي طبخة، والصغار كل 2 طبخة، والحمد لله نعمة كريم. ليش ما كترت؟ لانه الفريزة عندي صغيرة وما بتساع كتير، بس قلت يلا الحمد لله رب العالمين هدول بيقضوا الشغل. وهذا يا صبايا كان كل شي لليوم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه استفدتوا واستمتعتوا. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا من اللايك الكتير كبير والاشتراك، وتتابعوني على الانستغرام، رح احط لكم اياه بالتعليقات وبصندوق الوصف. والسلام عليكم.